السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام عشاق الكرة المصرية في كل مكان. هنتكلم النهاردة عن مباراة الزمالك والسيراميكا كيلوباترا اللي انتهت الجمعة الماضية بالتعادل. طبعا تعادل بطعم الخسارة، تعادل هدفين مقابل هدفين. أهلا بكم يا زملكاوية يا عشاق الكرة المصرية. النهاردة هنتكلم عن مباراة الزمالك والسيراميكا كيلوباترا اللي انتهت بالتعادل هدفين، التعادل 2-2 في الجولة 22 من الدوري المصري. طبعا المباراة كانت مليانة إثارة وأهداف. ويلا بينا نشوف إيه اللي حصل. طبعا في المباراة الزمالك بدأ المباراة بقوة ونجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 15 بعد تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو. تمام. سيراميكا حاول يرجع في المباراة لكن الزمالك كان مسيطر على مجريات الشوط الأول. طبعا الشوط الأول انتهى ب1-0 للزمالك، اللي جاب الهدف طبعا سيف الدين الجزيري في الدقيقة 15. تمام. أما في الشوط الثاني من الدقيقة الأولى للدقيقة الثانية سيراميكا يعود في الشوط الثاني. سيراميكا كليوباترا دخل المباراة بقوة في الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدف التعادل عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 55. لكن الزمالك رد بسرعة وسجل الهدف الثاني عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 60. ما بين الهدفين 5 دقايق. سيراميكا رجع للشوط الثاني متحمس وأحرز الهدف، جاب هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق إسلام عيسى. تمام. ولكن الزمالك أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد خطأ فادح من حارس سيراميكا محمد بسام في الدقيقة 60. المباراة كانت ماشية لصالح الزمالك لكن في الدقيقة 90 أحمد بالحاج سجل هدف التعادل القاتل لسيراميكا لتنتهي المباراة 2-2. تعادل بطعم الخسارة للزمالك، خاصة إنه كان قريب من الفوز. يعني التعادل في الدقيقة 90، تعادل في الدقيقة 90. تمام. الزمالك طبعا استحوذ على الكرة بنسبة 60% وسدد 10 تسديدات منهم 5 على المرمى. سيراميكا سدد 8 تسديدات منهم 4 على المرمى واستحوذ على الكرة بنسبة 40%. يعني الاستحواذ كان لصالح نادي الزمالك بنسبة 60% وسيراميكا 40%. تمام. الزمالك قدم أداء جيد في الشوط الأول. الشوط الأول بصراحة كان للزمالك، ولكن تراجع الأداء في الشوط الثاني سمح طبعا لسيراميكا بالعودة. التغيرات اللي عملها المدرب الرمادي ما كانتش كافية للحفاظ على التقدم. بالنسبة ردود الأفعال بقت الجماهير الزملكاوية كانت غضبانة جدا من ضياع الفوز وطالبوا بتحسين الأداء في المباريات القادمة وحقهم طبعا. في المقابل جماهير سيراميكا كانت سعيدة جدا جدا بالتعادل، خاصة إنه جاء في الدقيقة الأخيرة في الدقيقة 90. فمن حقهم طبعا يفرحوا. طبعا في النهاية كانت الزمالك بيضيع نقطتين مهمين في صراع الدوري وسيراميكا بيحصل على نقطة ثمينة. هل الزمالك هيقدر يعوض في المباريات الجاية ولا لا؟ أكيد طبعا إن شاء الله بيقدر يعوض في المباريات الجاية. خلونا بقى نتكلم عن نركز شوية عن الزمالك في المباراة دي. تمام. يعني الزمالك دخل بتشكيلة فيها استقرار نسبي وسيف الجزيري كمهاجم صريح وزيزو طبعا اللي عمل السيست لسيف الدين الجزيري وصنع الهدف. وزيزو على الأطراف كالعادة. الضغط كان حلو في أول ربع ساعة. تحركات بين زيزو والجزيري كانت سريعة ومترتبة وفعلا الهدف الأول جه بعد جملة تكتيكية كويسة وتمركز ممتاز من الجزيري اللي حطها في الجون. بس من بعد الجون الأداء بدأ يهدى، الفريق بقى بيلعب على المرتدات وسيراميكا بدأ ياخد مساحات
ودي كانت غلطة. أما في الشوط الثاني لما الزمالك التعادل رد بسرعة وسجل، وده شيء إيجابي يحسب للفريق. أما بالنسبة طبعا للمشاكل اللي واجهت الزمالك في المباراة دي، بعد الهدف الثاني بدأ الزمالك يلعب على حفاظ النتيجة بدل ما الماتش يموت خالص بجون تالت. وهنا ظهرت مشكلة الزمالك اللي متكررة في كذا ماتش. الدكة كانت ضعيفة، التغيرات ما عملتش فرق، وبصراحة تغيرات الرمادي كانت متأخرة جدا ومش مؤثرة. كمان خط الدفاع كان مكشوف، وبالذات الكرات العرضية كانت بتمر بسهولة. المساكين اتأخروا في تغطية الهدف الثاني اللي جانا في الدقيقة 90 تقريبا، وده يعني كان بالنسبة للسيراميكا كان فوز مستحق، لأن جابوا الهدف في الدقيقة 90. والتركيز في آخر ربع ساعة اختفى خالص نهائي، والنتيجة نقطتين طاروا من الزمالك بإيدهم. يعني خلينا نتكلم برضو عن الحلول واللي كان المفروض ان هو يحصل. الحل اول حاجة لازم الجهاز الفني يشتغل على ثبات المستوى طوال 90 دقيقة. ما تعملش شوط اول كويس وشوط تاني تنهار فيه. كمان الزمالك محتاجين عنصر ثالث يساند زيزو في بناء الهجمة، وده طبعا اللي بنتكلم فيه وبنقوله كل مرة. اللعب كله عليه بقى محفوظ لأي خصم. يعني الزمالك ما فيهوش الا زيزو. كل الخصم اللي بيلعب الزمالك عارفوا السيناريو اللي بيحصل في الزمالك كل مرة. فعشان كده طبعا اتحفظ، يعني لعب الزمالك اتحفظ هو نفس السيستم. بالنسبة للدكة لازم تتظبط في الانتقالات، مفيش بديل حقيقي يغير شكل الماتش لو حد اتصاب او تعب. طبعا هو بالنسبة للزمالك فهو بصراحة يعني قدم شوط اول محترم. الزمالك قدم شوط اول محترم، لكن كالعادة مش قادرين يقفلوا الماتش تمام. فاحنا مش عارفين هل مشكلة الزمالك في الدفاع ولا المدرب ولا اللاعبين. ده كان فيديو النهاردة، يا رب كده يعجبكم. ما تنسوناش باللايك، الاشتراك في القناة، واستنونا ان شاء الله كده في الفيديوهات القادمة. هننزل طبعا لكم الاخبار اول باول عن انتقالات زيزو، تعليقات المستشار مرتضى منصور، الكابتن محمود الخطيب، كابتن رضا عبد العال. فده طبعا كله ان شاء الله هيكون هننزله على القناة بعد كده. فما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.